السلام عليكم. قبل المواجهه اللي غنهضروا عليها وبعد فوز ايطاليا على استونيا 5-0، المدرب الايطالي غاتوزو خرج بتصريحات ناريه ضد فريق الخصم وقال لهم باللي مواجهه الكيان اوروبا كتعتبر عار على القاره باكملها، الشيء اللي استفز فريق الخصم وخلاهم يخرجوا بتصريحات ناريه يستفزوا فيها الايطاليين وكيتوعدوا بالنصر في الملعب ديالو. وبلا ما نطول عليكم ندخلوا في التفاصيل. المدرب الايطالي جينارو غاتوزو صرح على ان مواجهه الكيان في اوروبا كتعتبر عار على القاره باكملها، لكن ركز على ان المنتخب الايطالي غيسحق الكيان وغينتقم لكاع المظلومين بالعالم، الشيء اللي خلى المدرب ولاعبي الكيان يتوعدوا المدرب الايطالي بدورهم تصريحات استفزازيه وكيتوعدوه بالنصر ايطاليا. هذا اللاعب صرح على ان غاتوزو توعد العالم باش يسحقنا، لكننا غنبرهنوا للعالم اننا اقوى ونستحق مكانتنا في اوروبا. ومن بعد هذا التشاحن عرفت المقابله حماس شديد على رقعه الميدان، انتهى بتسجيل 9 ديال الاهداف ب5 اهداف مقابل 4. وبعد المقابله نشب واحد الشجار بين المدرب غاتوزو ونفس هذاك اللاعب اللي كان كيستفزو في التصريحات. المواجهه ما كانتهيش هنايا، بعد المقابله وفي استوديو تحليلي وعلى المباشر وجه غاتوزو انتقادات لصحفي من الكيان وطلب منه باش يتكلم معاه باحترام، ورفض على انه يجاوبه. كاع شاف في الجهه الاخرى، رفض على انه يشوف فيه وقال ليه بالحرف المكان ديالكم ماشي هنايا. بعد ذلك اصبح غاتوزو رمزا للنصر والدفاع عن الحريه. وانتوما اش بان لكم في داكشي؟